يا مساء الفل، سموا الله بقى وخشوا كده برجليكوا اليمين وتعالوا مع بعض نعمل النهارده اكله خفيفه قوي كده ندخلها من ضمن المنيو بتاع الاسبوع بتاعنا. اول حاجه حطيت حله على النار، حطيت فيها شويه ملح وفلفل اسمر ولورا وحبهان وقرنفل، يعني المهم حطيت فيها بهارات الشوربه عشان هسلق فرخايه صغنونه كده، وكمان هحط فيها بصلايه صغيره للشوربه. تمام، يعني بهارات الشوربه، شوفي بقى انت بتحبي ايه على الشوربه حطيه. بعد كده بقى هجيب الصينيه المستطيله دي عشان هسلق شويه مكرونه اسباجيتي كده حلوين. انا بحب المكرونه ما تتكسرش، بحبها بطولها كده، فعشان كده بحب اسلقها في صينيه من الصواني المستطيله. بحط شويه ملح وشويه خل علشان الصينيه ما تسمرش لحد ما الميه تغلي. بعد كده هنزل بالمكرونه. هنا بقى كنت مطلعه فرخايه صغنونه كده، الفرخايه دي اصلا كنت جايباها عايزه اقول لكم للحشو، بس بصراحه يعني قلت بقى اعملها كده ايه خفيفه وسريعه، لان انا ما كنتش عارفه عايزه اعمل اكل ايه النهارده، فاللي طلعت معايا. هنجيب بقى ايه، هنجيب هنا بقى بصلايه هنقطعها جوانح. عايزه اقول لكم ان انا هقول لكم على طريقه مكرونه اسباجيتي مامتي الله يرحمها يا رب كانت بتعملها تحفه. مش عارفه في حد بيعملها بنفس الطريقه ولا لا، بس هي فعلا من احسن الاطعمه بتاعه المكرونه اللي ممكن تعملوها. انا بحبها على المكرونه الاسباجيتي، ممكن كمان تعمليها على المكرونه القلم. اول حاجه حطيت شويه زيت، وبعدين نزلت عليها ببصلايه متقطعه جوانح. طبعا البصل والزيت على حسب كميه المكرونه، انا عامله شويه مكرونه صغيرين مش عامله كتير. تمام، هندي بقى البصله كده ايه تشويحه في الزيت لحد لما نقطع الخضره. انا معايا هنا شبت، ومعايا كمان بقدونس او كزبره. تمام، انا هنا كانت شبت وحزمه بقدونس. هقطعهم بقى صغيرين، غسلتهم كده وسبتهم يتصفوا وقطعتهم ايه حتت صغيره خالص. تمام، هنركنهم بقى على جنب لحد لما ايه، لحد ما البصلايه تاخد لون ايه غامق شويه بس ما تغمقش قوي. كمان قطعت قرنين فلفل حامي، لو عندك بقى فلفل الوان حطي، لو عندك فلفل رومي عايزه اقولك بيبقى طعمها حلو جدا. هنا بقى البصلايه اخدت لون حلو كده، رحت نازله عليها بالخضره زي ما انتم شايفين. والله يا بنات المكرونه دي طعمها ملهوش حل، جربوها هتدمنوها. حطيت بقى شويه ملح وفلفل اسمر صغيرين، وحطيت كمان شويه شطه اختياري، لو حابه تحطي بابريكا حطي، بس انا بصراحه بحب الشطه اكتر فيها. وهديها بقى تقليبه كده يا دوبك الخضره تتشوح كويس مع البصله. هنزل بقى بشويه من الصويا صوص. تمام، مهم قوي انك تحطي صويا صوص علشان هي اللي هتخلي الصوص غامق وهتديله طعم حلو قوي. عايزه بقى تكتري الصوص عن كده كتري، عايزه تكتري الزيت والبصل والخضره براحتك على حسب طبعا كميه المكرونه. زي ما قلت لكم انا ما كنتش عامله كتير. بعد كده بقى هنا صفيت المكرونه الاسباجيتي ونزلت بيها على الصوص ده بعد ما تشوح كده مع بعضه ودخل مع بعضه كده عايزه اقول لكم الريحه يا خرابي على جمالها، فظيعه فظيعه. عايزاكم تجربوا الطريقه دي، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا متابعه لبيج الفيسبوك، وكمان تشتركوا في قناه اليوتيوب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، وتكتبوا لي كومنتات حلوه. هنا بقى بديها تقليبه حلوه مع نفسها كده، وبعد كده بقى لما بتسخن والتتبيله كلها بتخش بغرفها بقى. عايزه اقول لكم كمان حمرت الفرخه بالطريقه العاديه جدا، حمرت الفرخه في الزيت عادي قوي. وكمان هحط بقى طبقين شوربه من بتوع الفرخه. انا بحب شوربه الفراخ قوي، ما بحبش شوربه اللحمه، بحب شوربه الفراخ. شوربه اللحمه يا اما اطبخ عليها يا اما ما بسلقش اللحمه اصلا، لكن شوربه الفراخ بصراحه بحبها قوي. وهنا بقى حطيت طبقين شوربه بقى وهنعصر ليمون. وعايزه اقول لكم كانت اكله فظيعه. وده بقيه الجلاش اللي كنا عاملينه في فيديو قبل كده. عايزاكم بقى تجربوا الاكل بالطريقه دي وتكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.